طالب العديد من النشطاء والمتابعين لمنصات التواصل الاجتماعي بالتحقيق في صحة التسريبات المنسوبة إلى فؤاد قبيبو زوج ابتسام بطمة، شقيقة المغنية دنيا بطمة ومديرة أعمالها. تحدث فيها عن علاقات نافذة مع شخصيات مهمة، وعن تدخلات مشبوهة للتأثير في مسار قضية حمزة بومبيبي أمام المحاكم المغربية. ودعا النشطاء الجهات المختصة والمعنية، وعلى رأسها النيابة العامة، للتحقق من مضمون التسجيلات الصوتية المنسوبة إلى فؤاد قبيبو التي تداولها العديد على مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب، ونشرها اليوتيوبر محمد تحفة، وتحديد المسؤوليات والمتابعة في حال ثبتت صحتها، خاصة أنها تتضمن معطيات خطيرة عن سهرات له ومجون حضرتها شخصيات في تلك القضاء وشاركت فيها فنانات معروفات. وما زالت تداعيات قضية حمزة مومبيبي التي أثارت الرأي العام الوطني تلقي بظلالها رغم اعتقالها بطلتها وخروجها أخيرا من سجن الولاية بمراكش، وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول الجريمة الفعلية التي ارتكبتها دنيا بطمة ولن تغتفر لها. المعلومات الخطيرة التي وردت في التسجيل تضع السلطات الأمنية والقضائية أمام تحد حقيقي، إذ تزايدت مطالبه بفتح وقت تحقيق جدي لمعرفة مدى صحة هذه الادعاءات، خصوصا وأنها تمس مؤسسات حساسة وسمعة العدالة. وفي حال تأكدت صحة المضامين فإن تداعياتها قد تكون عميقة ومؤثرة، ليس فقط على الأسماء الواردة بشكل مباشر أو ضمني، بل على صورة الوسط الفني المغربي ككل.